السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا بقى، عملت لكم النهارده اكله جميله جدا جدا من الاكلات اللي انا بحبها قوي. بجد انا بحب الاكله دي جدا جدا. بصوا، مش يعني انا من عشاق الفسيخ. تعالوا قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. طبعا الفسيخ المصري بكل تكاته وبكل حركاته. هنا طبعا كان مستوي اهو زي ما انتم شايفين، مستوي وجميل جدا. هنا بقى الفسيخ ده انا اسبوع بالظبط، يعني ست ايام. اليوم السادس كنت فاتحة عليه. طبعا أنا بحب اعمل الفسيخ ده يعني في البيت، انا بكون اضمن وانضف واحسن ما تشتريه تشتريه جاهز، لان الجاهز ده الصراحة انا ما بثقش فيه. فطبعا انتوا عارفين بقى الفسيخ ده ممكن يعني ايه ان ما تعملش بطريقة صح، فاكيد بيبقى خطر علينا. المهم بقى هنا تعالوا، هنا كنت بقى عملت الفسيخ بقى بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها. كل ده هنشوفه في الفيديو، انا عملته من الاول للاخر. هنا بقى كنت طبعا انا بوريكم ان هو شكل النهائي في اول الفيديو. هنا برضو كنت لفيته بقى، قعد 6 ايام في الاكياس دولت. انا مش عارفه، في ناس بقى بتقعد الفسيخ ده يقول لك شهر، 15 يوم، 20 يوم، معرفش بقى بيطلع شكله ايه. بجد 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 6 ايام وكان مستوي جدا وطعمه كان تحفه، والله العظيم كان طعمه جميل جدا جدا. ازاي بقى الناس تسيبه شهر واتنين وعشرين يوم والحاجات دي؟ مش عارفه الصراحه. هنا اهوت شفتوا بقى مستوي شكله جميل جدا، مستوي طري، ماهوش ناشف ولا اي حاجه، ولا حادق ولا اي حاجه. بصوا الملح بتاعه مظبوط. انا شفتوا بوريكم، انا هنا الكميه كلها عملتها بالطريقه دي. طبعا انا هنا جبت صينيه قلت بقى اطلعه، لان هطلعه بقى من الاكياس دي، هرمي الاكياس واحطه في كيسين نضاف بقى، عشان هو مستوي مش محتاج بقى إيه عشان طبعا هيبات منه او مش هيتاكل كله اكيد. هنرمي الاكياس اللي فيها الماء اللي نزلت الميه منه والملح والحاجات دي، عشان لو سبته فيها هيحدق ومش هيتاكل. وهنا بقى احطه بقى في اكياس نضيفه بيضه تاني، وهرجعه تاني زي ما انتوا هتشوفوه. هنا كان مستوي جدا اهوت زي ما انتوا شايفين. عملنا الكميه كلها. كنت جايبه تقريبا 4 كيلو، مش فاكره والله، بس تقريبا كده. انا بوريكم اهوت ان هو مستوي ومش ناشف ولا اي حاجه. تعالوا بقى كده، هنا ايه، تعالوا بقى هنفتح بقى 2 كده وهنضفهم وايه ونشوفوا هنا استوى ولا ما استواش. ده كان في اول ما فتحت عليه. كنت هنا بقى بفتح اهوت وهنضف، هبتدي انضف. هنا ولا لابسه جوانتي ولا لابسه اي حاجه، فيلا احنا كده. انا بحب كده، بحب اعمل الحاجه بايديا. هنا بقى هبتدي انضفه، وانت بقى هتنضفوه بالطريقه اللي انت عاوزينه، اللي انت عاوزيها بقى هتنضفيه. كل واحد ليه طريقه في التنظيف. احنا هنا بننضفه الطريقه التقليديه جدا، حاجه بسيطه يعني، مش اتيكيت ولا اي حاجه. احنا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. دايما يا جماعه طول ما احنا واقفين نصلي على النبي، نستغفر ربنا كتير. يعني نغسل المواعين ادينا هنستغفر ربنا، هنعمل اي حاجه، فدايما فاكرين ربنا كده. ربنا يثبتنا يا رب على دين الاسلام يا رب، ويقربنا من القرآن. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي يا جماعه. هنا بقى كنت اهوت فتحته، كنت طبعا قشرتها من القشر ده. طبعا كل واحد هينضف بالطريقه اللي هو عاوزها. هنا خلاص زي ما انتوا شايفين كده. هنا قلبها احمر ومستويه وجميله جدا. شفتوا بقى بوريكم ازاي. هبتدي بقى انضف بمناديل المطبخ. كل واحد زي ما قلت لكم، كل واحد ليه طريقه. هنا خلاص اهوت هتشوفيها زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو، هي دي الطريقه. وهنفتح واحده تانية برضو هنشوفها نفس الطريقه ديت. هنعمله كله بنفس الطريقه دي، زي زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله مستوي جدا.
فتحنا التانية وعملناها بنفس الطريقة مستوية كمان جميلة جدا ما شاء الله. وهنا كان شكله بألف هنا والشفا على قلبكم. تعالوا بقى نبدأ بقى الايه اللي من الاول خالص. هنا بقى اول ما جبت السمك وهنعمله هتشوفوا بقى الطريقة اللي اتعمل بيها. هنا بقى كنت جايبة السمك لسه جايباه طازة كده. اول حاجة حطيته على الصينية فريته كده. لازم اسيبه شوية كده لمدة ساعة في الشمس او تحت مروحة او اي حاجة. لما ينشف كده وزي ما انتوا شايفينه كده ينشف خالص كده ويتنفخ. انا جبته ما غسلتوش ولا اي حاجة، انا زي ما جبته من عند الراجل ففردته على الصينية ينشف زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده عملت مية سخنة فترة كده، مية سخنة مش قوي، وغسلته واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. بس لازم المية ما تكونش سخنة، مية دافية دافية، عشان مش عاوز ولا مية ساقعة ولا مية سخنة، تكون المية دافية. هتغسليه بقى بغسيل نظيف كويس جدا. بعد انا ما نشرته ساعة انا ما جبته رحت منشراه زي ما انتوا شفتوه. وبعد كده غسلته زي ما انتوا شايفين. انا بغسله من هنا ومن هنا من الخشاش بتاعه غسيل نظيف طبعا. كده هغسل الكمية كلها بنفس الطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. هنا غسلتهم وهجيب فوطة بيضة بقى كده نظيفة، هفضل انشف فيه. مش عاوزة فيه مية خالص، لان المية ديت لو سبت في السمك مية وملحتيه اكيد هيدود او اكيد هيحصل له اي حاجة. لازم تنشفيه وتتأكدي ان انت منشفاه من دماغه ومن الخشيش بتاعته زي انا ما بعمله كده بالفوطة دي. عندك فوطة، حتة هدمة بيضة، حتة يعني ايه قماشة بيضة، اي حاجة، المهم تكون نظيفة كده وهتنضفيه زي ما انتوا شايفين اهوت بعمله ايه. شوفوا حتى الفوطة لونها اتغير ازاي. هنا بقى كنت جايبة كيس ملح ب5 جنيه بس، وب5 جنيه كركم. ممكن بقى تعملي الفسيخ ده، في ناس بتعمل الفسيخ ده ابيض بملح فقط لا غير، وناس تضيف له شطة. فانا ضري على الطريقة اللي انا بعمله بيها دي. كيس ملح ب5 جنيه وب5 جنيه كركم او ب10 جنيه كركم. وتعملي لو انت مستغنية مش عاوزاه اصفر زي ما انت شفتيه في اول الفيديو، فهتستغنى عن الكركم ده. عاوزة بقى تحطي شطة، حطي شطة براحتك. ان في ناس بتعمله بتحط فيه شطة، بس لا انا ما جربتوش خالص بالشطة. هنا بقى اهوت جبت كمية اكياس، لازم تكون كيس جوه كيس، اكياس كتير قوي. وهنا بقى تعملي ايه، تحشيه بقى بالملح زي ما انتوا شايفين بقى. حشانيه كله بالملح كده. لازم نحشي دماغه ونحشي الخشيش بتاعته بالملح. لازم نكتر ملح في الاماكن ديت علشان ما يدوتش. اهم حاجه الملح بتاعه يكون مظبوط، لانك لو انت عملتيه عادي وسبتيه شويه اكيد هيدوت. لازم الملح يكون مظبوط. هنا بقى عملنا الكميه كلها بنفس الطريقه. هنحشي دماغ السمكه كده من خشيش وبقه، اكيد هنحشيه ملح بالطريقه ديت، وهنلفه بالملح زي ما قلت لكم. لو عاوزه تستغنى عن الكركم ده مفيش اي مشكله. الكركم لو انت مش عاوزاه اصفر عاوزاه ابيض عادي، على حسب بقى كل واحد. في ناس بتحط عليه شطه زي ما قلت لكم. كل واحد ليه طريقه كده وبتعملوا بيه. بس الطريقه ديت انا دايما بعملها بتطلع جميله جدا. وهنا بقى لفيته بالاكياس زي ما انتوا شايفين كده. فاكيد حطيت اكياس كتير قوي قوي. وهنا خلاص بلفه. وبعد كده بقى في كروانه بلاستيكه كده بغطا ولا حاجه، وهنغطيه وهنكتمه ونسيبه 5 ايام وهيطلع ما شاء الله. ولو وصلتوا لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله. باي باي.